تعرف ان بوشكاش الاسطوري اسطوره كره القدم ونادي ريال مدريد كان بيدرب هنا في مصر؟ وما تستغربش، كان بيدرب فريق مصري وفي الدوري المصري كمان. قصه شيقه وجميله قوي وقديمه وحلوه جدا، ويا ريت كده تجيب لك حاجه بتشربها حلوه او حاجه بتاكلها حلوه. وتعالى كده للفيديو الجميل ده. قبل اي حاجه كمان اشتراكك الحلو واللايك، ويلا بينا بعد الانترو. اسطوره ريال مدريد اللي محدش من جمهور ريال مدريد بيجيب سيرته ما اعرفش ليه. تعالى نعرفه لك. الاسطوره ده هو بوشكاش. الراجل ده عنده ارقام في كره القدم من الصعب ان انت تلاقيها تاني، رغم كده برده ما فيش حد من جمهور الريال بيتكلم عنه كتير. الراجل ده في 707 ماتش مسجل 703 هدف، وده اعلى معدل تسجيل للاعب كره قدم في التاريخ، وهو الوحيد اللي سجل هاتريك وسوبر هاتريك في نهائيات دوري الابطال. كذلك مع المنتخبات مسجل 84 هدف في 85 مباراه، ومفيش اي لاعب كره قدم عنده المعدل الصعب ده في التسجيل. تعالى اتحفك بقى، تاني اعلى معدل تهديفي في دوري الابطال بشكل عام، 36 هدف في 41 ماتش. لعب للريال وبودابست المجري، ولعب لمنتخب اسبانيا ومنتخب المجر. الراجل ده يا جماعه اسطوري، وما ينفعش ان انت كواحد بيتفرج على كوره ما يعرفوش. 17 نوفمبر 2022 لقينا حاجه غريبه جدا حصلت على موقع تويتر، وهو ان النادي المصري نزل نعي عن روح بوشكاش اللي كان توفى قبلها بكذا سنه، بالتحديد في 2006، يعني من 16 سنه. ايه يا عم اللي جاب القلعه جنب البحر؟ المصري البورسعيدي وبوشكاش وتويتر، في قصه كده. انت عايز تقول ايه؟ بالبحث الواحد لقى ان في علاقه وثيقه ووطيده جدا ما بين النادي المصري البورسعيدي وبوشكاش. مش انه كان بيلعب فيه زمان، ما كانش بيلعب، كان بيدرب. قبل ما اقول لك اي حاجه عن علاقه بوشكاش بالمصري، عايز اعرفك مين بوشكاش اصلا وايه هي التاثيرات اللي اثرها في كره القدم. الراجل ده بالحرف هو رونالدو وميسي الزمن بتاعه، حاجه خياليه. تحب تشوف الكوره في رجله. ابدا ابدا ما تلاقيش واحد ان هو بيكره الكوره بتاعته. يعني مثلا موقع ريال مدريد بيقول عنه انه افضل قدم يمنى وطأت ملعب البرنابيو. قليل قوي ما تلاقي لعيب بيتمدح بالشكل ده. ده رونالدو نفسه الجماهير ما كانش عاجبها. الراجل اللي معاه 5 دوري اسباني و3 دوري ابطال و1 كاس انتر كونتيننتال، اكيد لازم يكون اسطوري عشان يبقى معاه الكم ده من البطولات. ده غير هداف الدوري الاسباني 4 مرات. لازم طبعا موقع ريال مدريد يقول عنه كده. حاجه كمان ان في كويكب في الفضاء متسمي باسمه. هتلاقي له كمان تمثال موجود مثلا في استراليا، ملعب وشارع ومحطه مترو هتلاقيهم باسمه في المجر. وطبعا اهم حاجه في كل ده، الجائزه اللي بياخدها احسن واحد جاب جون جميل في الموسم كله، لان ببساطه ده بوشكاش اسطوره اساطير ريال مدريد وكره القدم بشكل عام. الراجل ده بعد رحله كرويه عظيمه كلاعب كره قدم اسطوري، قرر ان هو يخش مجال التدريب فيما بعد. اعتزل في منتصف الستينات وعلى طول دخل مجال التدريب زي ما قلت لك. رحله تدريبيه عظيمه ما بين النادي الفلاني والنادي العلاني، مش عارف فين في اليونان، مش عارف فين. هتلاقي ان هي لفه كبيره قوي لغايه لما وصل للمصري البورسعيدي زي ما قلت لك في السبعينات، بالتحديد سنه 79. عضو مجلس اداره النادي المصري السيد متولي الله يرحمه كان بيتكلم في اجتماع ما، الكلام ده في الصيف بتاع 79 بالتحديد، ان هو هيجيب بوشكاش. انت متخيل مثلا دلوقتي وانت في نادي زي الاتحاد السكندري وانت بتقول للمجلس الاداره انا هجيب لكم ميسي او هجيب لكم رونالدو؟ الناس اللي حواليك يعني ماشي، امور دعائيه، اعلان، مش عارف ايه. انما الراجل كان بيتكلم بجد. الراجل كان عايزه فعلا يجي يدرب النادي المصري. الناس خدته على قد عقل. ماشي يا عم سيد. المهم الراجل يفاجئ الكل وينزل بورسعيد فعلا. عم السيد متولي شكله بيتكلم بجد ولا يا جدعان؟ احنا بنهزر. انت بتهزر يا عم سيد صح؟ الراجل تاني يوم كان في التدريبات ولابس الترنج وفعلا بدأ يدي يعني تعليمات للاعيبه. الحكايه الراجل شكله فعلا جاي يدرب. الناس خلاص جالها ذهول في بورسعيد. بوشكاش عندنا رسمي. بكام بقى معلم؟ ب 3500 دولار، وده كان رقم خرافي. اقصى رقم كان وصل له بوشكاش في رحلته التدريبيه اللي قبل المصري كان 2000 دولار من نادي يوناني مش فاكر اسمه كمان. المهم ان الراجل ولد بسرعه مع اهل بورسعيد وعرف ياخد ويدي معاهم، وعرفوا يحبوه وعرف يحبهم وتواصلوا مع بعض بشكل جميل. في التدريبات بقى بدات الناس ان هي تلاحظ تطور اللعيبه وتطور كمان قصه المهام اللي بيديها لهم بوشكاش. كوره جديده احنا بنشوفها دلوقتي في بورسعيد، ما عدتش علينا قبل كده. المهم بوشكاش في اول سنه ليه يفنش ثالث ورا الاهلي وورا الزمالك، ودي كانت بدايه اسطوريه لاي فريق كره قدم في مصر. متفوق على انديه بحجم الاسماعيلي وحجم المحله وحجم الاولمبي. الموضوع كان صعب قوي زمان. الفرقه دي كلها كانت جماهيريه وملعبها مش سهل. وعشان تعرف بس صعوبه ان انت تاخد مركز زي ده، مش من الاهلي ولا الزمالك، من الفرق اللي تحتيك، تعالى بقى اقول لك عدد النقط ما بين كل فريق والتاني عامل ازاي. الراجل ده مثلا ما بينه وما بين الاولمبي والمحله كان نقطه واحده، والمقاولين والكروم 3 نقط، والمنصوره والاسماعيلي الثامن والتاسع
4 نقط. يعني فعلا الموضوع ما كانش سهل خالص ان انت توصل للثالث ده من اول سنه. شيء انت قد تجد ان هو سهل، يعني ايه يا جماعه ما بيراميدز دلوقتي بياخد الثالث عادي جدا، لكن الموضوع كان صعب زمان لان ما كانش فيه اهلي وزمالك بس. غير كده وكده حابب اقول لك ان الملعب بتاع بورسعيد كان صعب في عهد. يعني مثلا الاهلي في اول سنه تعادل معاه 2-2 والزمالك خسر 1-0. الراجل حول الملعب بتاعه لمقبره، اللي داخل مفقود واللي خارج مولود. الموسم الثاني 80-81 الاداره فعلا عرفت حجم الراجل ده، ادت له الصفقات اللي هو عايزها وعملوا له كمان المعسكر اللي هو عايزه في اوروبا. وبدا الموسم والراجل ياكل الاخضر واليابس وكل اللي قدامه. مكسب الاسماعيلي على مكسب المحله على مكسب الاتحاد على مكسب مش عارف مين، ما خلاش. ويكسب الاهلي 1-0 في بورسعيد والزمالك يتعادل معاه 2-2. ولكن للاسف كعاده اي فريق، واسال كده ليفربول 2017 2018 الفرق الكبيره لما بتتوحش ازاي بتوقع نقط للفرق الغلبانه اللي تحت. نقط ملهاش اي 60 لازمه وقع. فرق كده منتصف الجدول واقل كمان من منتصف الجدول تلاقي التعادلات وتلاقي الخساره، يلا نقط وراحت. المهم الراجل لقى نفسه ثالث لتاني مره على التوالي. بس المره دي في شيء مميز، ان هو الثالث اقوى خط هجوم وثالث اقوى خط دفاع. بالصلاه على النبي كده انت بتتكلم عن الند الثالث في الكره المصريه بيتولد. شيء مش سهل ان انت تعمله في وقت قصير زي ده. لو حضرتك هتبص على نهايه الجدول بتاع الدوري بتاع السنه دي هتلاقي ان الموضوع صعب برضه في النقط. انت مش بتقابل الاهلي والزمالك بس زي دلوقتي، انت بتقابل فرق جماهيريه صعبه، وبالتالي ده كان انجاز من الراجل. الموسم الثالث كالعاده شحن جماهيري، الاداره بتصرف وبتدعم الراجل، اللعيبه بتسمع الكلام. والناس بالفعل عند الاهلي والزمالك بداوا ان هم يحسوا ببعبع جديد في الكره المصريه. مش الاسماعيلي المره دي، المصري. عشان تعرف بس الصفقات دي كانت مدروسه ازاي، جابوا 2 لعيبه من اهم اللعيبه اللي شاركت في كاس العالم مع منتخب الشباب سنه 81 في استراليا، هشام صالح وجمال الجندي. لعيبه مهمه، يبقى خش دور عليهم في جوجل كده. وعملوا فتره اعداد محترمه المره دي في اوروبا، ويدخلوا الموسم وكالعاده ياكل الاخضر وياكل اليابس. وكعاده اي امر الموضوع صعب على الاهلي والزمالك ان هم يعملوا حاجه في بورسعيد، فالاهلي يبداها كده بتعادل في بورسعيد، ويفضل المصري يكسب ويكسب ويكسب ويفضل متصدر الدوري لغايه 11 ابريل 1982. ايه اللي حصل في التاريخ ده؟ دي كانت اول خساره للمصري البورسعيدي على ارضه في عهد بوشكاش من فريق من الاثنين، الاهلي او الزمالك. كانت من الزمالك 1-0. محدش مصدق اطلاقا، ولا الجماهير ولا المدرب ولا حتى الصحفي اللي هيكتب تاني يوم في الجرايد اللي حصل. ازاي المصري البورسعيدي يخسر على ارضه من الزمالك 1-0 وفي الدقيقه كمان حاجه و80؟ المهم حصلت احداث شغب من الجماهير بتاعه المصري، وحصلت مشاكل كتير جدا في الملعب والماتش اتوقف. وايه اللي يحصل بالظبط؟ نادي المصري يتعاقب ويتحرم من جمهوره ويتحرم من الملعب بتاعه لغايه اخر السيزون. فين بقى؟ في استاد طنطا. يعني انت كده بسم الله الرحمن الرحيم فقدت اهم ميزتين عندك واهم سلاحين انت ممكن تواجه بيهم اي فريق تاني يجيلك. طبعا الموضوع صعب، وبالتالي المصري خسر كل المباريات بتاعته اللي باقيه، لقى نفسه في المركز الخامس بعد ما كان متصدر في اخر الدوري. ويمشي بوشكاش من محافظه بورسعيد وهو حزين وزعلان على الحلم اللي كان بيحلمه مع اهل المدينه. لكنه رجع بعديها سنه 1984 ووصل نهائي كاس مصر كمان قدام مين؟ قدام الاهلي، ويفضل متقدم على الاهلي 1-0 لغايه الدقيقه 89. لكن خلي بالك لعيبه المصري تفننت في ضياع الفرص. عارف انت قصه الريال اللي بيعملها في دوري الابطال، ان انت تضيع قدامه كتير وكره في العارضه ومش عارف ايه وهو من كره ولا كورتين يخلص؟ هي دي بالظبط اللي حصل. الراجل كان مسجل 1-0 لغايه اخر الدقايق، ولغايه اخر الدقايق دي الاهلي استغلها كويس وجابوا التعادل، وطبعا الاهلي كملها وفي الوقت الاضافي يجيب جونين كمان، فالاهلي كسب الكاس 3-1 ويمشي بوشكاش من بورسعيد للابد بعد خساره تاني حلم ليه في بورسعيد. لكنه قبل ما يمشي قال تصريح مهم جدا وجماهير المصري وادارته لغايه دلوقتي فاكرينه: في ظل تلك المنظومه لن يفوز اي فريق سوى الاهلي والزمالك ببطوله الدوري. في اشاره منه يعني ان التحكيم وان اتحاد الكوره بيساعد النادي الاهلي والنادي الزمالك بس ان هم يكسبوا الدوري او يكسبوا اي بطوله عامه. بوشكاش في النهايه ما كانش مجرد مدرب للنادي ده، كان الاسطوره بتاعهم، وكان كمان صاحب احسن اداء واحسن شكل للفريق في تاريخه. مدينه بورسعيد بتعتبر بوشكاش مش مجرد مدرب، اسطوره. عشان كده هناك مثلا لما تلاقي لاعب كوره او عيل بيلعب كوره كويس يقول لك هتعمل لي فيها بوشكاش مثلا. زي قصه كلوب بالنسبه لليفربول كده مثلا. من القصص بتاع بوشكاش هناك في بورسعيد ان كان في ولد هناك بيروح له التدريبات اسمه حماده. حماده ده كان من ذوي الاحتياجات الخاصه واللي دائم التنقل ورا النادي المصري في المحافظات. المهم ان حماده ما كانش بيمشي بشكل طبيعي ايام بوشكاش. بوشكاش لاحظ ده، قرر انه ياخد الرحله العلاجيه بتاعت حماده من طقطق لسلام عليكم لغايه لما حماده مشى على رجله تاني كويس، واخده كمان ان هو يتدرب مع اللعيبه الكبار في التدريبات. والناس لاحظت الفرق بين حماده وبين محمد النقيب اللي كبر دلوقتي وكان بيحكي لنا الحكايه. ده اللي فعلا يتسمى اسطوره وايقونه لاي نادي، اللي بيغير هويه فريق واللي يحطه للطريق الصح حتى لو النادي ما كملش من بعديه، لكنه حطه على الطريق الصح وعرفه طريق النجاح منين. ما تنساش بقى الاشتراك واللايك، والقصص اللي جايه بقى لازم تسمعها مننا. سلام.